مودست يحط الكرة، مودست تروح الكرة تاني لإمام، واحد من نجوم اللقاء مع الأهلي وأكثرهم استلام للكرة، يضغط يضغط يضغط، خطير جدا، هي إمام، يا الله، مش ممكن دراما كرة القدم هنا في استاد محمد بن زايد، دراما 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 دراما، اي حظ يسجل الاهلي هدف جميل، يسجل الاهلي هدف جميل في الدقيقة الرابعة بالوقت المحتسب بدل الضايع في السوبر المصري. قمة 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 للصبح، اتت المباراة بكل اسرارها، اختفت باسرارها، لما شوف امام ولد كبير، لعيب كبير، لعيب كبير، هي دي الصفقة. شوف امام، عدى امام من واحد واصبح امام للتاني وعمل العرضية، ثم الكورة في منتهى السوء بالنسبة لنادي سيراميكا. مش ممكن النهارده في اللقطة الأخيرة سيراميكا كليوباترا يتلقى هدف في توقيت قاتل من عمر المباراة، انما هو من صنع الفارق والفوارق اللاعب امام عاشور. وفي لقطة جميلة، في لقطة طبعا عاشور، وده اكيد كلل جهود امام عاشور. وطبعا امام عاشور مع الاهلي شكل تاني، واشتغل على نفسه صح، وتعب في مباريات كاس العالم للانديه، وهو دلوقتي في كاس السوبر بيقدم كل طاقه وكل مجهود عنده. وهدف جميل في الدقيقه 94 من عمر المباراة، يعني ما تأمنش الأهلي بلس 90، وكان ادى محمد معروف 6 دقايق وقت بدل ضائع، فالجون الهدف يعني جه في الدقيقة الرابعة ليكلل مجهود إمام عاشور وفرقة النادي الأهلي. بس الغريب اعتراض لعيبة سيراميكا المبالغ فيه، رغم ان طبعا الحكم المفروض كان انظر من الشوط الاول اكثر من لاعب من سيراميكا، ولكنه لم يفعل، فترك الامور الى ان تفاقمت الى هذا الحد، لان الهدف زي ما انتم شفتوه واحنا اتفرجنا عليه وشفناه ما فيهوش اي حاجه تستدعي الاعتراض، لا هو اصلا من ضربة جزاء ولا فاول ولا لعبة مشكوك فيها. فأنا أتعجب، يبقى السبب الوحيد إن هو الهدف لعيبة سيراميكا كليوباترا جابوه في نفسهم، إزاي يتحسب للأهلي؟ كان المفروض الحكم حسبه لسيراميكا كليوباترا. كمان أزداد التعجبي وعلامة الاستفهام من تصريح اللي هو ما بين الأسود والأبيض في المنطقة الرمادية، لما يكون كابتن الفرقة يقول إن هو ما قالش لده حضرتك، وقال للاعب سيراميكا لو جيت ناحيتي تاني انا هطردك. منافس حضرتك يبقى تقول لي اللاعب برضو بتاع فريقنا حضرتك. في اماكن كده كلمة حضرتك دي شتيمة. والله رحت انا في مكان كده ولقيت بقول له حضرتك الراجل كان هيتخانق معايا. ابسط المبادئ، مش تقول لي اللاعب حضرتك، او لاعب يجي يقول لك انت المفروض بقى تحسب وقت ضايع قد كده، فتقول له ان شاء الله ان شاء الله، وتيجي لاعب تاني تقول له لو قربت من عندي هطردك. مش يعني، ما اعتقدش ان دي، يعني انا الحقيقه مستغربها ومش مستصيغها ومش حاببها، ومش حابب ان دي تكون سمة كرتنا. يعني لازم اللاعب يشعر في الملعب بالعداله. يعني طب هو يعني لو كان لاعب قليل الادب وكل شويه بيعترض على حاجات ملهوش حق الاعتراض فيها، وبيعترض بطريقه فيها اساءه، انت عايز مثلا يعامل كل اللاعبين زي بعض؟ ما هو اصلا انت دلوقتي بتقول تحقق العداله، لو كل اللاعيبه
ملتزمين. لو انت بصيت في المباراة في الشوط الاول زي ما قلنا ان في المفروض انذارات علشان الخشونة و ما استخدمش هذا الحق الحكم محمد معروف. وبعدين اللاعب بيعترض، لازم هيقول له طبعا ما تجيش ناحيتي. فكلمة حضرتك مزعلة حضرتك. اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمتابعين لقنوات ميلا ثابت. جماهير النادي الاهلي كواحد من الجمهور، يعني الشعور اللي انتابنا من بعد المباراه واثناء المباراه. لو انت عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك، اللايكات دي بتساعدنا كتير. ولو لسه ما اشتركتش يا ريت تشترك سبسكرايب، لان القناه طبعا بدعمكم انتوا هي اللي هتكبر، وفضلا وليس امرا. اللي ما اشتركش يشترك، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك.